السلام عليكم. اتكلمنا امبارح عن الجثه اللي لقيوها موجوده بجوار احدى المولات المشهوره في منطقه 6 اكتوبر، تحديدا حدائق اكتوبر. احنا بنعتذر لكم لان الجثه دي كانت لست، ما كانتش لراجل. دي رقم واحد. رقم اتنين، قلنا ان الامن نعتقد ان هو في خلال ساعات هيقدر يقول ويقدر يحدد ويفك اللغز مين اللي عمل الجرم ده، وقد كان. الخبر المتصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة: الأمن ينجح في كشف لغز العثور على جثة فتاة بجوار مول مشهور بأكتوبر. الست اللي في منتصف العشرينات، اللي متجوزة حديثا الجوازة الثالثة ليها، المهنة الرئيسية بتاعتها التسول. أنا آسف، ولكن هي دي المهنة بتاعتها. اللي اتجوزت للمرة الثالثة ولسه متجوزة من فترة قريبة، نفس الاتموسفير اتجوزت منه. ما علينا. هي عندها طفلين واتجوزت الجوازه الحديثه بتاعتها اللي هي الجوازه الثالثه. الزوج الاخير او اللي هو الثالث اللي شك في سلوكها بعد ما اتجوزها، فقرر ان هو ينتقم منها في حته مقطوعه. اخدها سحبها بجوار المول المشهور اللي في منطقه 6 اكتوبر. محدش كان موجود في الوقت ده. بدأ ان هو يطعنها، فتر بطنها كلها وفصل رقبتها، بالرغم من ان هي عندها 2 اطفال، والمفروض ان هو كان متجوزها علشان تربي له عياله كمان. يعني كان في ديل ما بينهم هما الاتنين، ولكن شكوا في سلوكها خلاه يعمل الجرم ده. قدر رئيس المباحث ان هو يكتشف الموضوع ويضبط كمان الراجل اللي اعترف له بالموضوع تفصيليا. علشان كده قلنا لحضراتكم احنا لازم نستنى الخبر لغايه لما يطلع من المصدر الموثوق منه. حاجه تاني، بعتذر لكم ان الموضوع كانت امبارح اتكلمنا فيه كان جثه راجل، ولكن هي جثه واحده ست. وكويس اللي احنا قلنا كده، لان الرعب كان هيتضاعف لو الناس عرفت كمان ان هي جثه واحده ست. الامن حل اللغز وكشف الموضوع وقبض كمان على الراجل. السلام عليكم.